السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده دي معجنات. فكرة مشروع حلوة جدا وفي ناس كتيرة طلبتها مني. طبعا ملفوفة بالسلوفان. بعد ما بعملها بلفها بالطريقة ديت. انت ممكن تعمليه، فكرة حلوة جدا. دي طبعا باتيه وسندوتشات صغيرة. دي بتنفع قوي للعزايم والأعياد ميلاد والأفراح والحاجات دي. حلوة قوي، طريقتها سهلة جدا، هنعملها مع بعض. دي الفكرة ان هي بقى محشية لانشون ومحشية جبنة رومي وطعمها تحفة. انا عندي هنا كيلو دقيق. لو حابة تزودي دقيق انت هتزودي البيض وهتزودي المقادير اللي احنا هنقولها دلوقتي. طبعا كيلو دقيق هحط عليه 3 بيضات وهحط عليه نص كوباية زيت زي ما انتم شايفين كده. انا عندي الكيلو دقيق هنزل الخميرة الاول، وهحط ال3 بيضات. انا كله مع بعض، يعني انا بحب احط كله مع بعض، بضربه كله مع بعض. واحط هنا عندي كوباية مية على لبن، يعني نص مية ونص لبن. وطبعا نوع دي بيختلف، ممكن يعوز مية تاني. حطيت سكر، رشة سكر، وطبعا رشة ملح. الدقيق، نوع الدقيق بيختلف، يعني في دقيق بيشرب سوائل كتيرة وفي دقيق بيبقى المقادير بتاعته مظبوطة. حطيت هنا نص كوباية زيت، يعني بصي المج ده ربعه، فهنحط ربع كوباية عشان كمان لسه هدعكها بالايه، بالزبدة. هحط بقى العجانة وهعجن كل المقادير دي كلها. طبعا مش هحط اي سوائل تاني او اي مقادير تانية، كله مع بعض، بخلطه كله مع بعض. طبعا بقى ملمس العجينة بيبقى ناعم وتحفة، فانا عايزة الملمس بتاعي بتاع عجينتي كده مطاطة كده وحلوة. هتطلع العجينة خطيرة، يعني السندوتشات هتطلع تحفة زي ما انتم شايفين كده. بصوا عاملة ازاي. بصوا بقى هنا بقى عندي ايه، قطعة زبدة، مكعب زبدة سيحته وهنزله عليها على العجينة. وبعد كده ايه، هضربها تاني بحيث ان ايه، العجينة تتشرب بالزبدة اللي انا حطيتها. كده بقى العجينة بقت جاهزة عندي. هلم بقى كل العجين اللي في العجينة. بصوا بقت عاملة ازاي. انا عايزاها بقى كده مطاطة كده وبتلزق في الايد. ما شاء الله، من كتر بقى ما بقيت احب ان انا اعجن واعمل مخبوزات كتيرة، بقيت عارفة العجينة دي هتطلع حلوة، هتطلع فيها إيه. ما شاء الله حلو جدا. بقيت اعرف ملمس العجينة. بصوا عاملة ازاي، مطاطة كده وجميلة تحفة. هسيبها بقى، هغطيها بسلوفان وبعد كده هسيبها تخمر. لازم بقى تسيبيها تخمر، وطبعا هيتضاعف حجمها. وبعد كده لازم بقى واحنا بنعجنها هنسيبها تخمر تاني. ولو ما عندكيش طبعا السلوفان، كيس عادي، كيس ابيض، وبعد كده بتغطيه بفوطة وكله تمام، هيبقى زي الفل. زي ما انتم شايفين كده العجينة خمرت، بقت تحفة. بصوا ما شاء الله، هي بتلزق. طبعا بدهن ايدي زيت وببتدي اشكل العجينة. بصوا ما شاء الله، بحب العب في العجين قوي، بحس كده ان هو بيخرج الطاقة السلبية.
بصوا ما شاء الله. بطلع بس الهواء منها وابتدي ايه اشكلها بقى الايه القيصر الصغير. نعمل الاول القيصر الصغير وبعد كده نعمل الباتيه. بصي بقى هيبقى كده صغير. لو انت حباه بقى تعملي برجر ممكن تعمليه ايه الكبير، تكبريه شويه. هبتدي بقى ايه هعمل الكايزر الاول، هعمله حجم صغير. طبعا الفكره دي المشروع ده بجد حلو قوي. لو عملتي بقى كميه للأعياد ميلاد العزايم بيحبوا الحاجات دي جدا. بصوا بقى كده بقى جاهز. هغطيه، لازم يتغطى ويخمر زي ما انتم شايفين كده. بعد ما خمر بيكبر كده ويضاعف حجمه. ما دهنتش اي حاجه وحطيته في الفرن. بصوا طلع ازاي تحفه ولونه جميل جدا جدا. هبتدي بقى ايه اعمل الباتيه. زي ما انتم شايفين كده فردت العجينه وبقطعها بالطول، وبعد كده ايه هقطع ايه نص الطول كمان. بصوا عشان انا عايزه الباتيه صغير كده، مش عاوزاه كبير، عشان كمان لما بنسيبه يخمر بيكبر يعني حجمه بيتضاعف. فانا عايزاه ما يبقاش كده ايه تقيل، لا انا عايزاه حلو صغير، حجمه يبقى صغير كده. بقى حطيت الجبنه قطعه جبنه براميلي، دي بتبقى تحفه في المعجنات، طعمها بيبقى حلو قوي. وبلفه اللفه اللي انتوا شايفينها دي بتبقى متساويه كده وحلوه. بعد ما خلصت الكميه كلها طبعا شويه لبن وبضايه وبدهن وش العجينه، وشويه بقى سمسم حبه البركه، بتبقى تحفه. اسيبها بقى تخمر، وبعد ما تخمر بحطها في الفرن بتطلع بالشكل ده تحفه. هي الكاميرا مش مبيناها قوي بس بجد حلوه. بعد فات شويه عجينه عملت ميني بيتزا. طبعا البيتزا صلصة البيتزا اللي احنا عارفينها، وبعد كده بدهنها بصلصة البيتزا وجبنة رومي وفلفل قطع صغيرة وطماطم. طبعا بقى والكايزر الصغير الجميل ده التحفة. بحط اللانشون اللي انا نزلته لكم، وحطيت كمان جبنة رومي وجبنة بيضة. وهنا البيتزا الميني بيتزا. طبعا ممكن تحطي برجر صغيرة كده فيها بتبقى تحفة، عملتها قبل كده، او سوسيس زي ما انت حابة. بنلف بقى الصينية الجميلة دي، ممكن نهدي بيها نعملها فكرة مشروع زي ما انت حابة. يا رب يكون الفكرة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.